جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبليه. أو كيف يبليه التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه. يا عاشقا ذات الحبيب وحسنها، أكثر عليه من الصلاة فإنها نور قبرك عندما تأتيه. يا رسول الله، كل الناس تذكر ثم تنسى، وذكرك أنت باق في الصلاة. كل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك أنت ميلاد الحياة. ترددك المآذن كل وقت، وتنبض بالقلوب إلى الممات. فصلوا على سيد الكائنات. وجدت كنت بستغرب جدا أن الله سبحانه وتعالى في كل العقائد السماوية تحدث عن الكلمة وتأثيرها على الجسد وتأثيرها على الحياة في الحاضر والمستقبل. كنت دايما عندي حالة من الاستغراب، اشمعنى ليه الكلمة. ولما جيت بعد كده في دراسات وفي أبحاث وغيرها من الأمور، وجدت أن لكل كلمة ذبذبة وتردد، وهذه الذبذبات هي عاملة زي البذور التي بترميها في الواقع بتاعك الحالي، وبتشوف نتاجها في القريب العاجل المستقبل القريب. مش كده وبس، ده بتتجسد لك في الحياة بنفس ما أطلقته من كلمات، سواء سيئة أو طيبة، خبيثة أو طيبة. مش كده وبس، أنا وجدت إن في أشخاص بسبب هذه الكلمات السيئة مرضت، تعبت، وهناك بعض الأشخاص توفت، والله على ما أقول شيء. الكلمات هي بسبب الذبذبات والترددات حضرتك بتعمل حاجة اسمها انرجي، طاقة بتكون محوطاك، بتكون جنبك، بتكون ماشية معاك. هذه الطاقة إن لم تتخلى عنها واستبدالها بطاقة إيجابية وطاقة كويسة وكلمات طيبة، بتعمل تسميم للجسد بتاعك. تفضل تتغذى، الجسم بيتغذى على هذه الطاقة السلبية، بيبدأ يكبر عامل زي البذرة اللي بترميها في جسدك كده، في جسمك بتضر نفسك، وبتبدأ هذه الشجرة الخبيثة بتكبر بتكبر بتكبر، تسمم الذرات بتاعتك والخلايا بتاعتك، إلى أن مش الجسد بس المادي، هناك أيضا النفس، الأنفس بتفسد الأنفس. فبتلاقي الدنيا بدأت ما تظبطش حواليك، بتلاقي الدنيا بايظة بمعنى الكلمة، وبيكون عليك دائرة السوء. والعكس صحيح، عندما تطلق الكلمات الطيبة بيكون حواليك أيضا دائرة من النور، وبيتجسد في الواقع القريب ليك. حتى في الأحاديث الكثيرة جدا لسيدنا رسول الله، يعني وهل يكب الناس، حديثه مع سيدنا معاذ بن جبل، وهل يكب الناس في النار إلا وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وفي رواية أخرى على مناخيرهم، إلا حصائد ألسنتهم. الحصاد، شوف كلمة الحصاد دي، يعني أنت بتحصد ما قمت به من رمي للبذور والنباتات، وترعرع هذا النبات الخبيث أو الطيب، سواء كده أو كده. فهذه الذبذبات والترددات بتفضل معاك وبتتجسد زي ما أنا بقول في واقعك، بتبدأ تشوفها. ولذلك الحسن البصري كان يقول لك: رأيت أقواما بلا عيوب فتحدثوا في عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوب. طب في سؤال بس، طب ما ممكن الشخص دوت بيتحدث عن شخص هو ظالم فعلا، هو شخص مفتري فعلا، مش بتاعتك. ربنا بيقول لسيد البشر: لست عليهم بمسيطر، لست عليهم وكيلا، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، مش بتاعتك. ده بيقول لسيدنا موسى: اذهبا إلى فرعون، هو وسيدنا هارون، بيقول له: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أنت عايز أكتر من كده، مش بتاعتك. فما تسممش جسدك وتتعب نفسك. وأنا شفتها إن في ناس بتفرح في مصايب الناس،
في ناس بتفرح بجد والله، في ناس بتفرح في مصايب الناس، وفي ناس ما بتبطلش عايزة تعرف أخبار الناس، إن هو ولا هي بص بتموت نفسها عايزة تعرف إيه اللي حصل. أنت تبحثي عن تعاستك، أنت تبحثي عن موتك القريب بتسميم جسدك، بتسممي جسدك وبتسممي أسرتك وبتسممي عيلتك. بسبب إيه؟ بسبب إن أنت عايزة الغم، عايزة الكلمات السلبية. خدي بالك إن اللي بيقوله بينقل كلام، أو اللي هو بيقول كلمات سلبية، مش هو اللي بيتضر لوحده، ده بينطبق على اللي بيسمع، ده بينطبق على اللي بيسمع. كما تشائين أو كما تشاء. بس هو سيدنا النبي قالها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا يقل خيرا أو يقفل بقه. طيب لو حضرتك بقى ما قلتش الخير وما قفلتش بقك، أنت لا تؤمن بالله واليوم الآخر. هي كده، ما هو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت أو ليصمت، يخرس، يعني بمعنى صح يخرس ما يتكلمش. فلما يحصل لك مصيبة في القريب العاجل ما تبقيش تعيطي. لما يحصل لك مصيبة في القريب العاجل ما تبقيش تعيطي. ما انت اللي بتجذبي إليك، بتفعلي قانون الجذب بس غلط. انت تجذبي السوء لبيتك ولأسرتك ولناسك. اتقي الله واتقوا الله وعيشوا في سلام وتفاءلوا بالخير تجدوه، وحب لأخيك كما تحب لنفسك. والله العظيم في ناس، والله في ناس هي عايشة حياتها في قيل وقال بس، هي دي حياتها. ولذلك الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. هتتحطي بدايرة سودة ومنيلة إن شاء الله، إن شاء الله في القريب انت اللي بتكذبيها لنفسك. احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. صباح الفل.